أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا برج الثور، مساء الطاقة الإيجابية عليك ومساء الفرحة والسعادة والوفرة والبركة والخير والصحة عليك إن شاء الله. أهلا بكم مرة ثانية يا برج الثور. النهاردة هنتكلم عن شهر مايو عاطفيا ومهنيا وصحيا أيضا. لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وإن كنت مشترك بالفعل يا ريت نعمل لايك ومشاركة للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من محبي أصحاب برج الثور. برج الثور القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لرجال وسيدات برج الثور وكمان تنفع لجميع الأعمار. برج الثور عندك مفاجآت سارة في هذا الشهر، فادرس خطواتك جيدا لأن هذا الشهر مليء بالمفاجآت على الصعيدين العاطفي والعملي. أنت تفكر في الحب ولكنك لا تعرف بالضبط موقفك منه، فتصرف بهدوء وتعقل ولا تجعل دماءك تصور العقل. يجب أن يسيطر على القلب إن أردت أن تتجنب المشاكل. الفترة دي يا برج الثور هيكون عندك في سهرة ممتعة مع الأهل والأصدقاء، فألق بمخاوفك وأوهامك خلف ظهرك واستقبل هذا الشهر بكل تفاؤل وحب. لا تهمل شؤون العائلة خصوصا أولادك وزوجتك لأنهم بحاجة لك كثيرا، لأنك مثلهم الأعلى في الحياة، فخصص لهم وقتا تقضيه معهم. دافع بجراءة عن حقوقك ولا تكن غاضبا أو متساهلا لأنك ستربح في النهاية. برج الثور مكاسب حلوة بانتظارك وفرحة تدخل بيتك. سيكون زواجك ناجحا وسعيدا إذا ما أحسنت الاختيار، فالفرص الإيجابية أنت تعرف تستغلها تماما في الوقت المناسب، ولكن ابتعد عن القلق وابتعد عن الغضب والشعور بالغضب. في الفترة دي كمان يا برج الثور عندك مكاسب حلوة وافرة قوية بانتظارك، فادرس خطواتك جيدا ولا تلقي اللوم على الآخرين. قد تفشل في البداية ولكنك سوف تجني ثمارا طيبة وهي مسك الختام. أرباح مالية قوية من عمل مفاجئ، هتشعر بالثبات وهتشعر بالمصابرة والفرحة ويسير كل شيء على ما يرام. ابعد عن الأشخاص المتشائمين لأن مزاجهم السيء يمكن أن يؤثر على معنوياتك. اقتصد في أموالك وأعلم أن القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، فلا تكون مبذرا. برج الثور كمان في الفترة دي هيكون معاك انسجام وثقة في محيطك، فحافظ على تفاؤلك ولا تعطي المشاكل الصغيرة الكثير من الاهتمام. عندك بعض الاتفاقيات أو المشاركة في مشروع، فاعتني بحضور شخصيتك وطريقة تأثيرك على الآخرين. ثبت وعمق علاقاتك العاطفية والاجتماعية أيضا. هيكون عندك استقرار قوي في المال يا برج الثور. الفترة اللي جاية دي هيكون عندك بالفعل نجاح ليس له مثيل في الفترة القادمة، ولكن خلي بالك يا برج الثور أحدهم يحاول إغراءك وتجد نفسك منجذبا إليه. خلي بالك يا برج الثور في حد بيحاول يغريك، فهتتلاقى نفسك غصب عنك يا برج الثور منجذب إليه. فخلي بالك، خلي بالك، خلي بالك من أموالك، خلي بالك من زواجك إن كنت متزوج. فخلي بالك لأن في شخص يريد استغلالك يا برج الثور. كمان شريكك إذا كنت متزوج، شريك حياتك بحاجة إلى الطمأنينة ويظهر بعض الغيرة نتيجة ساعات تصرفاتك. حاول إنك تظهر لي اهتمامك به وكن عادلا معه، وحاول بقدر الإمكان الترويج عن نفسك أو الخروج إلى الطبيعة معه. الفترة اللي جاية دي كمان في العمل ستقوم بأشياء تبهر بها الكثيرين وتصل إلى مستوى عالي في مجال الخبرة والمعرفة، وتستفيد بطريقة مميزة في النجاح، فلا تبخل بالعطاء والبذل بقدر ما تستطيع. أيضا ارفض أي تدخل في شؤونك. حاول إنك تكتم أسرارك المهنية والعاطفية يا برج الثور. ثق بنفسك وبإمكانياتك لأنك بالفعل أنت هتكون ناجح الفترة القادمة دي يا برج الثور. سوف تتلقى أخبار سارة تستفيد منها
أنت ورفيق الدرب والعمر، ويحدث بينكم الوفاق والاتفاق، وسوف تبعدون عن القلق، لأن عندك نجاح ليس له مثيل. كمان عندك يا برج الثور حب جديد يطرق أبواب قلبك فلا تتردد، فالفلك يدعوك لمغامرة جديدة في هذا الشهر. أما إذا كنت مرتبطا فالحبيب زي ما قلنا منزعجا بسبب تصرفاتك. كمان اهتمامك بالمسائل المالية يجعلك أكثر طموحا، ولكن احذر فالحساد حولك كثيرون، الله ينقذك من شر أفعالهم. أيضا اختار الأصدقاء بدقة وعناية يا برج الثور. وأنت بتفكر في المستقبل تفائل جدا، لأن المستقبل بإذن الله هيكون النجاح حليفك يا برج الثور. برج الثور دائما الحب في قلبك تغلقه الدموع، لأن القلق وعدم الاستقرار يسيطران على قلبك، فابتسم للدنيا فتبتسم لك، وابتعد عن القيل والقال، وأدر ظهرك للأمور البسيطة. أنت على مفترق طرق يا برج الثور، ركز على الهدوء وأعمل بدقة وثقة. البعض يتهمك بالأنانية وهذا سببه الحسد والغيرة، فابتعد عنهم واختار الأصدقاء بدقة وعناية تانية يا برج الثور. برج الثور المال هيكون بالفعل عندك على فترات مختلفة، وهتأتي إليك أموال كثيرة، فحاول يا برج الثور إنك تحافظ على قد ما تقدر في جزء من المال علشان ينفعك بكرة وينفع أولادك أو ينفعك في حياتك. ساعات يا برج الثور أنت بتكون متقلب جدا في المزاج فلا تستقر على رأي، فحاذر من تغيير رأيك في كل لحظة. لا تتحدث عن مشاريعك وأهدافك بالعمل أمام الآخرين لئلا تصاب بالحسد والتأخير. انظر إلى الحياة بنظرة وردية وأخلع القناع القاتم، فالنجاح حليفك، ولقاء جديد يسعدك ويجدد أحلامك الوردية. في عندك ترقية في العمل، أيضا في مال في الطريق إليك في شهر مايو بإذن الله. وأيضا ابتعد عن الغيرة والشك لأنهم مدمران. وفي عندك سفر مفاجئ يزيد من مجالات نشاطك في العمل وعملك الناجح. برج الثور أخيرا اترك الماضي ومشاكله وابدأ بابتسامة مشرقة لإعادة الأمل لحياتك مرة أخرى. وإلى اللقاء يا برج الثور.